قالناه انا فاكر. سمير زاهر اذا كنت تذكر كان معايا اياميها رئيس الاتحاد، وكان ماتش الاتحاد الاهلي والزمالك اللي انسحب فيه فاروق جعفر وخد الفرقه ومشي. وكان مستشار مرتضى منصور كان وكيل النادي. فاصدروا قرار بان هم هينسحبوا من الدوري. وكانت جد بقى زي دلوقتي يعني. فانا انسحاب يعني نادي الزمالك ينزل درجه رابعه. في عهدي تبقى صعبه جدا. فانا طبعا كلمت بعت حنفي ابو طالب كان زملكاوي وكيل رئيس وكيل ماسك رياضه عندي. قلت له روح اتكلم مع مستشار جلال ابراهيم والناس دي كلها. قال لي ما فيش فايده، خلاص هحل نادي الزمالك. فكلمت الدكتور جنزوكي رئيس الوزراء قلت له انا هحل نادي الزمالك. هو له اهتمامات في الزمالك انه في قرابه ونسب هناك يعني. قال لي طيب. بعد 5 دقايق كلمني قال لي طب ما تحل اتحاد الكوره. اتحاد الكوره اتحل في عهدي مرتين بس مش انا السبب. مره الرئيس مبارك ومره طب هم كانوا عملوا ايه في اللقطه دي الاتحاد؟ لا انا بقول لك بقى حاجه كوميدي شويه بقى. سمير كان عندي على طول هو هاني ابو ريده وكان له حرب رئيس الاتحاد اياميها. فجولي الاثنين فانا كنت محضر القرار. قلت لهم يا جماعه انا اسف جدا انا هاخد قرار هخرب بيتكم واحلكم دلوقتي اقروا القرار. فسمير بص لي كده وهاني وقعدوا يضحكوا وبتاع ومشوا يلفوا في العربيات في البلد يعني. فحليت اتحاد. انا ما كنتش انا اوحت الدكتور جنزوري اياميها قلت له لا انا مش موافق. ان كانت مشكله بقى الفيفا وبتاع بس انا قدرت الاغيها. قدموا استقالات يا فندم ولا ما قدموش؟ لا انا حليت. ما بقول لك الفتوانه بقى. طب حضرتك عملت مع الاتحاد عملت مع الكاف بقى عيسى حياته صاحبي وبتاع ظبطتها يعني بحيث انها ما هديش شطاره تظبط بحيث انك انت الفيفا ما تتدخلش وبتاع.